وتمضي سوريا بثقة نحو المستقبل. فمن إنجازات الميدان التي يحققها الجيش العربي السوري إلى الانتصار الديمقراطي المرتقب بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني، ومن فضاء المصالحات المحلية إلى فضاء الوحدة الوطنية الراسخة، يصنع السوريون قدرهم الأجمل رغم ما يسعى إليه البعض من حيث يدرون أو لا يدرون لتقسيم سوريا تحت عناوين ومسميات لا تستقيم، والمنطق السياسي والدستوري. ومن الاستحقاق الدستوري لانتخاب أعضاء مجلس الشعب إلى اجتماع رميلان الذي صدر مشروع فدرلة الشمال السوري، سيكون حديثنا مع المهندس محمد زعال العليم محافظ الحسكة. أهلا وسهلا بك سيادة المحافظ. بداية أتوجه بالشكر إلى كادر الفضائية السورية، وأنا شكرتهم في كل المناسبات السابقة، وأكرر شكري وامتناني لهم للدور البطولي الذي يقومون فيه والذي قاموا فيه لتسليط الضوء على واقع المحافظة من كل النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية. وهذه الحلقة اليوم أنا أعتبرها من الحلقات الهامة التي آمل أن نسلط الضوء على العديد من القضايا التي تهم الشارع الحسكاوي، والتي في الفترة الماضية كان هناك حديث الفدرلة بمعانيه المتنوعة والمتعددة، شكل قلقا وهاجسا وخوفا لدى الشارع الحسكاوي بكل مكوناته عربا وكردا. وأريد أن متسعا من الوقت لكي أتناول هذا الموضوع لأطمئن شارع الحسكاوي أهلي عربا وكردا إسلاما ومسيحيا. اسمح لي بداية سيادة المحافظ أن أسألك حول استعداداتكم لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، وخصوصا أن اللجنة القضائية الفرعية قد أنهت البت بقوائم الأسماء التي قبل ترشحهم. نحن فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب لهذا الدور التشريعي الثاني، هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات والاستحقاقات الماضية. كانت الانتخابات هي للأفراد وللأشخاص، ولكن هذه الانتخابات هي للوطن. صحيح. وهي قائمة الوطن وليس قائمة للأفراد. ونحن في محافظة الحسكة من هنا كان التقدير، من هنا كان الدقة في تحليل الحالة الاجتماعية. صحيح. والسياسية. نحن فيما يتعلق في الإدارة اتخذنا كل الإجراءات، شكلنا اللجان، أيضا اتخذنا العديد من تأمين المستلزمات من خلال وزارة الداخلية، مشكور السيد وزير الداخلية. أرسل للمحافظة المستلزمات التي تلزمنا. هذه اللجان باشرت أعمالها. سيكون هناك العديد من الاجتماعات النوعية التي تتعلق في قيادة المحافظة لكي نؤمن الأمن للصناديق وللإخوة المرشحين والناخبين. في الأيام القادمة سيكون لنا إطلالات في الإعلام عن الإجراءات التي نقوم فيها والمطلوب منا القيام فيها، لكن في مواعيدها وفي مواقيتها إن شاء الله. سيادة المحافظ، كيف توزع مقاعد الممثلين عن محافظة الحسكة بين الفئة ألف وب؟ نحن لدينا 14 مقعد. موزعة 8 بالألف و6 في الب. وبطبيعة الحال هناك قائمة الوحدة الوطنية، وهناك قائمة أو هناك مقاعد مخصصة للإخوة الحياد. نحن لدينا قرار وتوجيه بأن المقاعد المخصصة للإخوة الحياد بأن نترك لهم حرية الاختيار، وأن يحشدوا كل ناخبيهم في موعد الانتخاب. حقيقة سيادة المحافظ، من خلالنا كإعلام نحن ووجودنا في الشارع الحسكي رصدنا آراء الكثير، شريحة كبيرة من المواطنين حقيقة لم نلمس رضا عن ممثلهم في مجلس الشعب في الدور التشريعي الأول. أنت كمحافظ، ونتحدث بشفافية، برأيك ما هي أهم المكاسب التي حققها أعضاء مجلس الشعب لمحافظة الحسكة، وما هي الطموحات التي لم يحققوها بعد؟ هلا نحن يختلف التقييم. أولا أنا لست وحدي من يقيم أداء مع أعضاء مجلس الشعب، هناك مؤسسات وهناك جهات وهناك أيضا مرجعيات تقيم أداء مجلس الشعب، لكن أنا أقيم أداء أعضاء مجلس الشعب من خلال علاقة نحن كإدارة نحن معهم. أنا بصدق يعني رفاقنا وإخوتنا وزملائنا أعضاء مجلس الشعب كانوا على تواصل معنا، وكانوا يحضروا معنا كل الاجتماعات، وعندما نحملهم قضايا المحافظة لم يترددوا في يوم من الأيام من طرحها أمام مجلس الشعب، أمام قبة البرلمان، تحت قبة البرلمان،
وأيضا من خلال علاقتهم مع السادة الوزراء. وهناك حضور لأعضاء مجلس الشعب، قد يكون الحضور لفريق من أعضاء مجلس الشعب، لكن كان هذا الفريق جيد متابع مهتم، وقضايا الحسكة كانت تنقل بأمانة إلى المركز. أعضاء مجلس الشعب اختلفت الأوضاع. أنا نائب في البرلمان لمدة 3 دورات، اختلفت الأدوار واختلفت المهام واختلفت الظروف، آلية الطرح، أسلوب الطرح، الموضوعات التي تطرح. نعم. مطلوب من عضو مجلس الشعب بوجهة نظري أن يصرف الجزء الأكبر من وقته لموضوع المصالحات والتسويات. صحيح. وأن يعمل مع المجتمع، وأن يعمل مع المواطنين، وأن يخدم الدولة في هذا الجانب الاجتماعي الهام. وأيضا لا يهمل خدمة المواطنين والقضايا الوطنية إن كان يتعلق في الجانب الاقتصادي أو الخدمي، أيضا هذه قضايا أساسية تهم المواطنين، لكن الجانب الأكبر هو في موضوع المصالحات والتسويات مع الأخرين. علاقة عضو مجلس الشعب يتمتع بثقة، يتمتع بمصداقية. علاقته مع المركز يجب عليه أن يستغل هذه العلاقة ولا يكون حبيس البيت وقاعة مجلس الشعب. عليه أن ينفتح، أن يتواصل، أن يتحاور، أن يذهب إلى أبعد المناطق وحتى المناطق الساخنة عليه أن يذهب لها. هل أدوا دورهم في هذا الجانب؟ أتحدث عن المصالحات المحلية بشفافية سيادة. هلا نحن في الحسكة أنا أسجل للبعض منهم دورهم ومساهمتهم في الفترة الماضية، ساهموا، عملوا، حاولوا، بذلوا جهود كبيرة جدا، لا نبخس دور هؤلاء، وهذا حق وواجب علينا أن نذكر. هناك مساهمة كبيرة للبعض منهم، وهناك دور فعال للبعض الآخر منهم، والبعض الآخر بجوز الظروف لم تسمح له أن يؤدي الدور المطلوب منه، لكن كان فريق عمل أعضاء مجلس الشعب في الحسكة كان له دور. ونتأمل أن يعني أيضا أن تكون قائمة مجلس الشعب في الدور التشريعي الثاني أن تكون قائمة تعبر عن أبناء الحسكة، عن مكوناتهم، عن كوادر المحافظة. صحيح. عن النوعيات الجيدة في الحسكة، ولدينا من الخبرات ولدينا من الكوادر ولدينا من المؤهلات ولدينا من المكونات المجتمع ما يدفعنا أن ندفعهم إلى تحت قبة البرلمان. نعم سيادة المحافظ، أنت قبل كل شيء مواطن، أريد أن أسألك كمواطن ما هي المواصفات التي يجب أن يتحلى بها عضو مجلس الشعب؟ طبيعة الحال مواصفات عضو مجلس الشعب الولاء للوطن، وهذا المعيار معيار أساسي. الذي عمل معنا والذي استمر معنا والذي تحمل أعباء المحافظة طيلة ال3 سنوات الماضية، وهي ما أصعبها وما أثقلها وما أقساها، هذا هو الذي نحن نقف عنده. أما الذين كانوا يذهبون ولا نراهم ولا نلمس لهم دور، لا مكان لهم في مواقع الدولة ولا في مواقع السلطة ولا في مواقع القيادة. عليهم أن ينزووا في منازلهم. أما الذين دفعوا دم والذين شاركونا في تحمل الأعباء نحن نرحب بهم، ويجب هذا أن يكون المعيار الأول والأساس. وهناك معايير أخرى، الكفاءة والمقدرة والرغبة، وأيضا الواقع الاجتماعي تأتي تكمل وتزين وتضيف إلى المعيار الأساس، وهو المعيار الوطني، الولاء للوطن ولسيادة الرئيس، الولاء للوطن ولقيادة البلاد ولعلم البلاد. هذا هو المعيار الذي يجب أن يكون حاضرا أثناء التقييم وأثناء دراسة الأسباب. وربما اليوم على عضو مجلس الشعب مهام إضافية وعباء إضافية، كوننا نمر في ظروف استثنائية إن شاء الله ستكلل بالانتصارات على يد الجيش والقوات المسلحة. سيادة المحافظ، أنت برلماني سابق، نريد أن نسألك عن أهم القضايا الملحة اليوم من موقعك كمحافظ للحسكة التي يجب أن تطرح ضمن البرامج الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب. ما أهم القضايا التي يجب أن يلحظها عضو مجلس الشعب؟ نحن في محافظة الحسكة هناك قضايا خدمية وهناك قضايا اقتصادية. نعم. ولكن الجانب الأمني هو الذي يطغى على كل الجوانب. أبناء الحسكة بدهم الأمان، بدهم السلم الأهلي، بدهم الحياة البسيطة المتواضعة. أبناء الحسكة الذي عاشوها طيلة السنوات الماضية. أنا أقول لك نحن نقصر وقصرنا كثيرا في تقديم الخدمات، لكن أبناء الحسكة يبحثون عن الأمن، يبحثون عن الاستقرار، يبحثون عن الطمأنينة. هذا هو البحث الذي يبحثه وهذا الذي يريدونه. هناك قضايا، طبعا قضايا كثيرة شائكة في الحسكة، منها الزراعية والمصرفية والخدمية ومستلزماتها. ربما هي أهم المطالب الفلاحين، كون غالبية أبناء المحافظة أنت تعرف أنهم من طبقة المزارعين والفلاحين. هذه الموضوعات هي متابعة. نعم. والدولة والحكومة لم تقصر، والحكومة معنا باستمرار،
والسادة الوزراء لم يتركوا المحافظة، وهناك حلول أخذت تم اتخاذها. ألا ترى سيادة المحافظ أن السلطة التنفيذية تفرغ بعض القرارات من مضامينها عندما يتحول من السلطة التشريعية للتنفيذية؟ هنا أقصد الحكومة. أنا لا أوافق على هذا الرأي أبدا. هذا رأي الفلاحين حقيقة أنقله لك. طبيعة الحال الفلاح يطمح نريد أن نوضح. لا هل المواطن يطمح والمواطن يطلب والمواطن يرجو. نعم. ولكن نحن في الإدارة لدينا إمكانيات ولدينا ظروف، والقرار عندما يتخذ يجب أن تكون هناك يعني ظروف مهيئة لصنع هذا القرار، وبالتالي صحيح. منها الجانب المادي، منها الجانب الموضوعي، الجانب التنفيذي. كيف تتخذ قرار ولست قادر على تنفيذه في مناطق معينة؟ وبالتالي هناك قضايا كثيرة تتداخل في موضوع صلاحيات وظروف لتنفيذ الأعمال. من هنا أنا أقول لك الحكومة من خلال المتابعات التي أنا أقوم فيها في محافظة الحسكة هناك تعاون وثيق مع السادة الوزراء، والسيد رئيس الوزراء أنا أقول لك باستمرار على تواصل معنا ويطمئن ويتابع ويدقق ويعالج. وأيضا السادة الوزراء أنا أتوجه لهم بالشكر كلهم فيما يتعلق في محافظة الحسكة. لم أذكر يوم من الأيام في موضوع ناقشته مع أي من السادة الوزراء إذا لم يستجب ويعطي التفويض فيما يتعلق بالحسكة. الحسكة في قلب دمشق وفي موضوع، لكن هناك ظروف لصنع القرار وللآليات التنفيذية لهذه القرارات. نحن في ظروف حرب، وبالتالي عليك أن تتوقف في موضوع إنفاق المال العام. نعم. عندما تنفق مالا عاما في مكان لا تستطيع أن تحافظ عليه، كيف تنفق هذا المال؟ وبالتالي هناك في ظروف المواطن وإخوتنا المواطنين لا يدركوها، لا يحسوا فيها، لكن نحن في موقع الإدارة ندرك، وهنا أمانة ونحن مؤتمنون. وبالتالي المال العام يجب ألا ننفقه إلا في الأماكن التي نستطيع أن نحافظ عليه ونستثمره أفضل استثمار. ومن هنا لا يمكن تنفيذ أعمال بدون المال، بدون الإنفاق المالي. أما في بعض القضايا الإدارية لا، نحن نتابعها ونحاول قدر المستطاع من خلال علاقتنا مع المركز ومع السادة الوزراء أن نقلل من الروتين قدر المستطاع ضمن الصلاحيات والتفويضات. ولا بد من دور للسلطة المركزية وللإدارة المركزية، لا بد، لأنها الضامنة لعمل الإدارات في المحافظات. انطلاقا من هذا الكلام سيادة المحافظ، منذ أيام عقد في بلدة الرميلان اجتماع لبعض ممثلي القوى السياسية الكردية، وتمخض عن هذا الاجتماع إصدار بيان ما يسمى بفيدرالية شمال سوريا. كيف تقرأ هذا البيان من حيث التوقيت والأهداف البعيدة منه والقريبة؟ أتمنى عليك أن تعطيني وقتا كافيا لكي أطل من خلال هذه البرنامج وهذا الحوار على قضايا هامة جدا تتعلق في الشارع الحسكاوي. نعم. وتتعلق في الوضع السياسي في الحسكة. تفضل. نحن محافظة الحسكة المكون الكردي والإخوة الكرد هم موجودين في محافظة الحسكة، والحركة الكردية ناشطة من أيام السبعينات وقبل السبعينات، وكان يقود العمل السياسي عائلة حاجو ممثلة بأبنائه حسين وحسن ومحي الدين وإبراهيم وأبنائهم، وقادوا العمل السياسي البارتي الذي كان مرتبط بالملا مصطفى البرزاني. ولكن في مراحل لاحقة هذا الحزب انقسم إلى مجموعة من الأحزاب، 5 أحزاب نشطت في إطار الجزيرة العربية. هذه الأحزاب كانت هناك عدة استراتيجيات لها وعدة رؤى لها وعدة طروحات. نعم. ولكن كانها كلها مرتبطة في الخارج في الكثير منها. اتفقوا لم يتفقوا، اختلفوا في الأهداف، في الأساليب، في الأدوات لتنفيذ طموحات المكون الكردي. وفي عام الثمانينات إلى التسعينات هناك 3 من الأمناء العامين الأحزاب خاضوا الانتخابات البرلمانية بالتسعينات في محافظة الحسكة، وتبوأوا قبة البرلمان. وحصل أيضا انقسامات في الحزب البارتي الذي هو كان الحزب الأم للأحزاب الكردية، وتعددت الأحزاب، وكان هناك مجموعة من الأمناء العامين في محافظة الحسكة. نعم. وأسمائهم معروفة. ظهر في عام 84 85 حزب العمال الكردستاني الذي كان منشأه معروف، ولكن العديد من أبناء محافظة الحسكة انخرطوا في هذا الحزب. تلت هذه الفترة العديد من الظروف والتطورات في المنطقة والعلاقات الدولية. صحيح. والعلاقات الدولية، الإخوة الكرد طوروا الأحزاب السياسية، وأصبح لدينا أكثر من 12 حزب سياسي في محافظة الحسكة، ولكل حزب سياسي له أمين عام. صحيح. وتختلف طروحاتهم فيما بينهم، وانقسموا، وكانت
انقسامات حادة كثيرة، ولكن نحن في إطار الدولة وفي إطار الحكومة وقيادة البلاد لم يكن هناك تمييز للمواطنين الأكراد. المواطنين الأكراد من المكون الكردي هم مواطنين شرفاء وطنيين مخلصين، لهم مساهماتهم الكبيرة جدا في الحسكة وفي باقي المحافظات، وهم إخوة للمكون العربي، والعلاقات التاريخية علاقات راسخة ومتجذرة ومتكاملة. صحيح. مصالح مادية وتزاوج وتصاهر ومصالح مشتركة في كل الاتجاهات. المزاج الكردي تغير بعد 2003. الشارع الكردي صار هناك في ضخ إعلامي. هذه الأحزاب توفقت أم لا تتوفق، عرفت أو لم تتمكن من أن تخاطب الشارع الكردي، لكن كان هناك مزاج شعبي كردي في الشارع الحسكاوي. بدأ بال2003 بعد دخول الأمريكان إلى العراق. هذا ترك آثار يلمسها المواطن. صحيح. من المكون العربي والكردي، ونحن أيضا بدأنا نلمس المزاج من المكون الكردي، والأحزاب بدأت تغذي بعض الرؤى وبعض الأفكار. من هنا الحسكة بدأ في شيء جديد يطرح. نحن في السلطة أو في الحكومة أو في الجهات المعنية قد يكون انشغلت في موضوع الحفاظ على أمن البلد وتأمين المواجهة، لم تكن مباشرة وإنما غير مباشرة مع الأمريكان الذين أصبحوا على الحدود. صحيح. وبدأوا يهددوا دمشق. نعم صحيح. بدأوا يهددوا دمشق، وبالتالي تغيرت الاستراتيجيات، تغيرت الأساليب، أعيد النظر في كل الخطط والبرامج، وقد يكون صار في هناك عدم تدقيق في كثير من القضايا. نحن عندما عصفت الأحداث في البلاد بعام 2011 الأحزاب الكردية المكونة في محافظة الحسكة، والتي كان عددها 12 وصار 14 فيما بعد، قادت المكون الكردي في الشارع، وخرج المكون الكردي مع الأحزاب يعرف أو لا يعرف، من حيث يدري ومن حيث لا يدري. نعم. وامتلأت الشوارع في مدينة القامشلي ومدينة الحسكة وفي رميلان وفي معبدة وفي المالكية، وانخرط العرب مع الكرد. ماذا كانت مطالبهم؟ لا يعرفون ما هي المطالب. إذا كانت الأحزاب تقود المجتمع الشعبي، قادت تحت التغيير ضد الدولة، ضد النظام، ضد مسميات كثيرة. هناك بدأ في فرز بعام 2011. بعام 2012 عندما دخلت المجموعات المسلحة الإرهابية على مدينتي الشدادي ورأس العين، نعم. كان هناك في فرز في المحافظة، كانت نقطة فارقة وكبيرة جدا. المجموعات المسلحة دخلت إلى مدينة الشدادي وإلى مدينة رأس العين. هنا استطاع العديد من الذين كانوا موجودين في تركيا أن يغذوا روح الفتنة. صحيح. في محافظة الحسكة، ودفعوا المبالغ الباهظة جدا للمكون العربي، وغذوا بأن الدولة جادة لتسليم الحسكة إلى الكرد، وكانت إشاعات كثيرة في الشارع. وكان هذا شكل قلق كبير للمواطن. صحيح. العربي والكردي بنفس الوقت، ولدرجة نحن في عام 2013 وسبب تهجير إلى أخوتنا المسيحيين أيضا. ويعرف الإخوة في الحسكة كم هي كانت أحداث 2012، نهاية 2012 وبداية 2013. العديد من المكون العربي انخرط تحت، من حيث يدري أو من حيث لا يدري، هو معارض ضد تسليم الدولة للكرد تحت عنوان ويافته. نعم. ومع كل الأسف هناك بعض المسؤولين في الدولة. صحيح. في تلك الفترة كانوا يضعوا أختام على أن عرب الحسكة هم خونة. هذه الشعارات وهذه المقاييس وهذه الأحكام دفعت بالمكون العربي قسم من المكون أن يذهب إلى الطرف الآخر. رد فعل طبيعي. ردة فعل. نعم. ضد الأكراد، وتسلح ضد الأكراد، وحمل السلاح، وأقام المعسكرات. والكرد يعرفوا ونحن نعرف. كيف استطعتم الحفاظ على عدم الفتنة؟ وبدأت الفتنة. نعم. وبدأت الفتنة العربية الكردية، وتسلحت الناس حي ضد حي. القرية انقسمت قريتين، المدينة أحياء، ووصلت الحرب إلى رميلان وإلى المالكية وإلى الجوادية وإلى اليعربية، راحت اليعربية، وإلى القحطانية، وإلى أحياء مدينة القامشلي. المعركة وصلت إلى ذبانة،
وهي حدود قرية ذبانة وهي حدود مدينة القامشلي. كانوا يسمون أنفسهم ثوار وليس مكون عربي. لا 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 ثوار، وهم تحت مسميات متعددة. ربما نصرة أيضا. النصرة دخلت فيما بعد تماما، وداعش فيما بعد، لكن أنا أتحدث البدايات. أنا أتحدث عن عام 2013. نعم. وأنا أعطي تواريخ وأعطي مواقيت، لأنه ابن الحسكة بيعرف جيدا ظروف المحافظة. بدء الفتنة بدأت من هنا. صحيح، بدء الفتنة بدأت من هنا. نعم. دوار الوفاء في مدخل مدينة المطار بدأوا يهاجموه. نعم. عامودة بدأوا يهاجموه. رأس العين جرت معارك ضخمة جدا فيها، مبروكة، تل تمر، صحيح. جبل عبد الله، كل هذه المناطق التهبت تحت مسميات. نحن في قيادة المحافظة وبتوجيهات سيادة الرئيس، وأنا عندما كلفت تشريف أن أتولى المحافظة كانت توجيهات سيادة الرئيس لي، ووجدت عند هذا الرجل العظيم من المعلومات الدقيقة والهامة عن الحسكة. نعم. وعن مكوناتها عربا كردا، وعن المخاطر الخارجية التي تهدد وحدة محافظة الحسكة، المخاطر التركية وأيضا المخاطر من أطراف خارجية. وكان توجيهاته لي بأن تذهب إلى الحسكة وأن تحافظ على السلم الأهلي وأن تقف على مسافة واحدة وكلهم أهلك، واعمل كل ما في وسعك لمنع الفتنة في محافظة الحسكة. وكانت توجيهاته سديدة لي، وأنا بكل أمانة نفذتها بدقة. عملت مع رفاقي في قيادة المحافظة وقيادة البلاد ممثلة بقيادة الحزب والحكومة. نعم. كلها تعاونوا معنا، وفريق من أوكل له الاهتمام في محافظة الحسكة. نحن في عام 2013 كان المحور الأول أن نمنع الفتنة. نجحنا في منع الفتنة وجففنا بؤر صحيح التوتر في المناطق العديدة. وأعدنا أيضا الثقة للمكون العربي بأن المحافظة لن تسلم لا للأكراد ولا للأتراك ولا لأي جهة. وهذه الحسكة هي درة سوريا. هي نفط سوريا من هنا وغاز سوريا من هنا وقمح سوريا. لن تسلم هذه المحافظة لا للكرد ولا لأردوغان ولا لأي دولة. ومحافظة الحسكة سيادة الرئيس كل ذرة تراب من محافظة الحسكة مثلها مثل أي ذرة تراب من باقي المحافظات السورية. صحيح. من هنا يعني نحن عملنا في 2013 ونجحنا بإيقاف الفتنة، والمواطنين العرب والكرد استجابوا معنا، واستجابوا استجابة رائعة جدا، وساهموا معنا بمنع الفتنة. وحررت مناطق عريبة، وانكفأوا العرب وانخرطوا مع الدولة، ومن انكفأ في منزله ومن لم يقتنع انقلع خارج الحدود. صحيح. وتحررت مناطق عربية كثيرة، منها اليعربية ومنها جزعة ومنها تل حميس وتل براك والمناطق الأخرى، وفي مناطق متعددة. صحيح. من هنا نحن في عام 2013 بدأنا نثبت السلم الأهلي في المحافظة. نعم. ونخلق جو وفاقي وأهلي بين المكون العربي. وأيضا كنا نتواصل مع الإخوة الكرد وننتقدهم ونتحاور معهم ونستمع لهم. بذيك الفترة ظهر الفصيل المسلح عند الإخوة الكرد، وهذا الفصيل المسلح هو من بنات وأبناء الكرد، هم أبطال وشجعان، وخاضوا معارك مشرفة مع المجموعات المسلحة العراقية. صحيح. وهم خاضوا مع الجيش العربي السوري، وسلاحهم من سلاح الجيش، وقاتلوا مع الجيش وخلف الجيش، وأحيانا في بعض المعارك آزرهم الجيش. صحيح. وإلا كيف تحررت الحسكة؟ عندما حصلت الثقة ونزعنا موضوع ختم أن العرب خونة، تعاون العربي الكردي مع الوحدات مع الجيش العربي السوري، نحن حررنا كل هذه المناطق. صحيح. دفعت دماء مشتركة وخذنا معارك مشتركة، وأنا أعرفها، والإخوة العسكريين والأمنيين يعرفون المعارك، والإخوة الكرد. صحيح. ريدور يعرف، الأخ ريدور الذي هو كان يقود المعارك يعرف جيدا كم هي القوات التي كانت تقاتل معه وكم المعارك التي خضناها سوية. ما الذي حدث إذا نسيت؟ نحن في عام في تلاه الإخوة الكرد يعني موضوع الإدارة الذاتية. نحن موضوع الإدارة الذاتية فاجأنا موضوع الإدارة الذاتية، وبالبداية كان أيضا هناك توتر في الشارع. موضوع الإداري، هل هو مشروع انفصالي؟ هو الحكم ذاتي؟ هل هو يراد في تقسيم البلاد؟ نحن على الفور، ويذكر قائد الشرطة الذي كان قائدا للشرطة اللواء حسيب الطحان، نحن تواصلنا مع قيادة الإدارة الذاتية. نعم. وأنا طلبت منهم أن أستمع، واجتمعت معهم والتقيت معهم عدة لقاءات ودرست قانون الإدارة الذاتية. ويذكر اللواء حسيب بأننا قلنا لهم بأن هذا المشروع فاشل ولا يخدم لا العرب ولا الكرد.
هو في الإطار الخدمي نحن معه، لكن هو مشروع انفصال مبطن. لكن إذا أنتم تريدوا أن تذهبوا فيه إلى البعيد لن يكتب له النجاح. نعم. علينا أن الإدارة بدون السياسة لا يمكن فصل الإدارة عن السياسة، والسياسة لا يمكن تنفذ إلا في إطار الدستور والقانون، والدولة ومؤسسات الدولة التي تعمل في إطار السياسي. نحن في موضوع الإدارة الذاتية تركناهم واستفادوا من مؤسسات الدولة ومن البنى التحتية وإن من آليات الدولة ومن معدات الدولة ومن قطن الدولة ومن حبوب الدولة ومن نفط الدولة. صحيح. وقدموا خدمات ونحن نقدر لهم للخدمات التي قدموها، وكنا نستمع لهم وكنا نتحاور معهم وكنا نستجيب لبعض المطالب الذي يتقدمون فيه. صحيح. وقدموا خدمات ونحن نحترم هذه الخدمات وهم أبناء الحسكة وهذا واجبهم، ولكنهم لم يصلوا إلى إقناع الشارع الكردي بأن هذه الإدارة الذاتية توصلهم إلى الحلم الكردي الذي يريد دولة كردستان الموحدة التي تقع على الجغرافيا الكردستانية من إيران إلى العراق إلى تركيا إلى سوريا. نعم صحيح. هنا حصل تململ لدى الشارع الكردي ولدى المكون الكردي بعد فترة. هذا التململ أنتم لأين ذاهبون بنا؟ إلى أين تريدون؟ هل نحن مع الدولة ولا ضد الدولة؟ نعم. هل أنتم الشارع الكردي في فترة ضياع، مرحلة ضياع، وكان يلجأ لنا وكنا نقول له لا خيار لكم إلا الدولة، ولا يستطيع أي حزب أن يحل محل الدولة، ولا يستطيع أي حزب أن يحقق لكم أمنكم واستقراركم. صحيح. ويحافظ على ممتلك إلا الدولة. عودوا إلى الدولة وحاوروهم. وكنا نطلب من المكونات الكردية، وأنا أرسلت من المكونات الكردية العديد من الوجهاء والأغوات والمثقفين الكرد أن يتحاوروا مع القادة السياسيين. هناك لدينا من القادة السياسيين من إخوتنا الكرد وهم جيدين وأنا أتواصل معهم. الدار خليل رجل طيب ومحترم ووطني بامتياز، وأنا أستمع له وهو يستمع لي وأناقشه وأحاوره في قضايا الوطن وهو ملتزم. لكن هناك قضايا أكبر منهم وهناك قضايا خارجية تفرض عليهم. نحن نريد أن يتحرروا من هذا الكابوس الخارجي الذي يبعدهم عن حسكاويتهم. نحن نريد أخوتنا الكرد القادة السياسيين أن يكونوا حسكاويين وأن يكونوا سوريين وأن يكونوا وطنيين بامتياز، وسوريا مفتوحة لهم كلهم. من هنا نحن كنا نختلف معهم، وكانت الخلافات وصلت في مرحلة من المراحل تقاتلنا نحن وياهم ودفعنا دماء واختلفنا معهم وتعايطنا نحن وياهم، ولكن كنا دائما ننظر بأننا نمنع الفتنة وبأن هؤلاء الإخوة يمرون في مخاض عسير وفي ضياع كبير، وعلينا أن نتأنى في المحافظة عليهم وأن نطول بالنا معهم. من هنا نحن الإدارة الذاتية جربوها الإخوة الكرد. صحيح. وصلت إلى نتائج محدودة جدا. يعني هلا ما يطرح في موضوع الفيدرالية، طبيعة الحال كلمة فيدرالية يفسرها البعض على كيفه. صحيح. البعض يفسرها إدارة، والبعض الآخر يفسرها انفصال، والبعض الآخر تقسيم سوري. صحيح. ولكن لا يمكن فصل السياسة عن الإدارة. لماذا في هذا الوقت بالذات صدر هذا الإعلان سيادة المحافظ برأيك؟ طبعا هناك عدة أسباب، منها ضياع الإخوة الكرد. اليوم الإخوة الكرد خسروا كثيرا. الإخوة الكرد عكس كسبوا الشارع يقول. لا أنا أوصف. نعم. أنا أوصف وأنا ابن الحسك. تفضل. وأنا عارف للكرد، وأنا لي صداقات في قرى الكرد ومدن الكرد. أكيد العلاقات وعلاقات قبل ما أكون. صحيح. محافظ، وبعد ما صرت محافظ تعززت أكثر، وأنا أعرف هواجسهم وأعرف ما هم يطمحون وما يرغبون وما يجب أن يقوموا فيه، وليس أنا أملي عليهم، لكن مصلحة الكرد تقتضي ذلك. من هنا الإخوة الكرد هم دخلوا في تحالف مع الأمريكان. كلفت مجموعة من العرب الشرفاء والوطنيين والأبطال والذين يحترمون أن يتواصلوا مع الكرد وأن يحاوروهم. نعم. وأن يبينوا لهم مواقع الخلل والضرر في حال إذا أقدموا على مثل هذه الخطوة الانفصالية لا سمح الله. عليهم أن يدركوا مخاطر هذه المحافظة وأهميتها واختصاصها وخصوصيتها. أنا أسأل القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين من الإخوة الكرد، ما هي الحركات التي حصلت في الفترة الماضية من القوات التركية من مدينة نصيبين إلى جزيرة بوطان؟ صحيح. الحركة المستمرة للقوات التركية على طول الحدود،
والإزاحة التي تحصل في الحدود السورية. ماذا يريدون هم؟ هم يريدون النفط. صحيح. يريدون محطة سعيدة وزاربة وآبار النفط. صحيح. وعليان، وهم يريدون المرتفعات المطلة على مجموعة من القرى الكردية لكي منها ينتقلوا إلى جبل كراتشوك وليسيطروا على النفط في حقول رميلان والسويدية وكراتشوك. مشروع على الكرد أن ينتبهوا وأن يدركوا لا يستطيعوا أن يحموا هذه الحدود، ولا يستطيعوا أن يحتفظوا بمحافظة الحسكة، ولا يمكن أن يتمكنوا منها. هنا الدولة وسيادة الدولة وعلم الدولة وقائد البلاد السيد الرئيس هو الذي يحمي هذه الحدود ويحافظ على هذه المكان. من هنا المحافظ أريد أن أسألك سؤال فيما يخص الجانب التركي، وتفضلت أنت في طرح نقطة مهمة. اليوم أردوغان وجيشه يمارسون حقيقة مجازر بحق الأخوة الكرد الموجودين في مدينة نصيبين. الأصوات مسموعة من مدينة القامشلي، هناك حصار للمدينة وهناك إبادة حقيقية لإخوتنا الكرد بالعشرات. إلى أين يجب أن توجه بوصلة جميع السوريين بكل مكوناتهم وخصوصا أبناء محافظة الحسكة؟ نحن الحكومة التركية عندما وجهت القوات العسكرية ونحن نشاهدها وهي الدباء وحدود قريبة أمتار، عندما بدهم يفرغوا مدينة نصيبين. لماذا يفرغوا مدينة نصيبين؟ ويكون هناك حركة للقوات على طول الشريط من نصيبين باتجاه الشرق. صحيح. أقصد منطقة هي منطقة الحسكة، وهذا الموقع الجغرافي من مدينة القامشلي باتجاه الشرق، وهو شريط، وهي منطقة رأس الحدود الجغرافية، وهي منطقة رخوة، والمدفعية التركية تطول مسافات بعيدة جدا. صحيح. هذه المنطقة نحن ندرك الإزاحات التي حصلت وتحصل. هم يريدون هذا الشريط ويريدون هذه المنطقة الجغرافية. نحن أنا تأكمل في موضوع الفيدرالية. فموضوع الفيدرالية التي تطرح، نحن الإخوة الكرد موجودين في سوريا. صحيح. عبر السنوات الماضية وهم موجودين، لكن تغيرت المفاهيم وتغيرت المعطيات وتغيرت السياسات. وسوريا عبر السنين الماضية التي تحدثنا عن القومية العربية والوحدة العربية ودفعنا دماء ومال، أين نحن؟ كل الذين دفعنا مال ودم تآمروا علينا العرب وهم العرب. فعلى الإخوة الكرد أن يعودوا إلى وطنيتهم. على الإخوة الكرد أن يعودوا إلى حسكاويتهم وإلى سوريتهم. مسعود البرزاني، الحركة الكردية في العراق، مسعود البرزاني بالأخير بعد كل الخدمات التي قدمها للأمريكان وللأوروبيين لم يعترفوا فيه ولن يقدموا له خدمة، وحاليا ابتدع أن يعمل خندق لكي يحمي إقليم كردستان. هذا آخر صحيح حماية، ولن يعطوه امتيازا إلا في اتفاقية ال75. حاليا هو يحكم في اتفاقية ال75. وأكراد تركيا تأقلموا مع الوضع التركي وقادوا العمل السياسي واندمجوا معه. صحيح. وبالتالي الإخوة الكرد في الحسك وفي سوريا عليهم أن يعيدوا القادة السياسيين. الشارع الكردي 80% منه مع الدولة ومع قيادة البلاد. نعم. ونحن نحبه ونحترمه وتعلمنا منه واستفدنا منه، وهم وطنيين وهم مخلصين، وهم هذا البناء الذي أنا فيه، أنا فيه. نص العاملين فيه من الإخوة الكرد. ومحافظة الحسن صحيح. نص العاملين فيها أو 40% من العاملين فيها من ومدراء وهم موجودين في الحكومة وفي الإدارات العامة طبعا. وفي الجيش والقوات المسلحة وفي ضباط الشرطة. وبالتالي الإخوة الكرد موجودين وهم نالوا كل الثقة والاحترام كل السنوات الماضية. فيما يتعلق بالانفصال وفيما يتعلق بالتجزئة ومطروح طرح الفدرلة، كيف يحكموا؟ هل يقسم القرى إلى قسمين؟ محافظة الحسك نعم. وأبدأ فيها من المالكية، وأنا عارف لها ونسب المكونات لدي، وهي محفوظة في وثائقنا وأمانات السجل المدني تشهد على ذلك. صحيح. ونص العاملين في الأحوال المدنية هم من أبناء الكرد، وهم يعرفون مدينة المالكية كم عدد سكانها، كم المكونات فيها، مدينة الجوادية قراها وعدد المكونات، القحطانية والقامشلي وعمودة والدرباسية، ونسبة كل المكونات وبالتالي لا يستطيع مكون أن يحكم أو أن يستقل
أو أن يقتطع كنتونا ويسجن نفسه في هذا الكنتون. إذن إلى أين يزجون في المكون الكردي بهذا الإعلان؟ يريد أن يحرقوا المكون الكردي، يريد أن يدمروه. وأنا أعطيك حركة النزوح التي حصلت في لدى المكون الكردي. أين شباب الكرد؟ أين مثقفين الكرد؟ في أوروبا. أين كوادر الكرد؟ صحيح. أين أطبائهم؟ أين مهندسينهم؟ أين النخب هربت كلها. صحيح. لأنها لم تقتنع بما يطرح ولن تقبل. هم مواطنيين شرفاء، وهم انتمائهم إلى سوريا لا حدود له ولا يساوموا عليه. هناك حركة نزوح من المكون الكردي فظيعة جدا، ولدي نسب وهم يعرفون جيدا هذا النزوح وهذه الهجرة. لو وجدوا ضمانات بالتأكيد بما يطرح هم بقوا، ولكن هم في حلب. وأيضا المكون العربي نحن في مرحلة من المراحل ضيعناه وفقدناه. صحيح. وفقدنا الثقة فيه وعدنا القسم منه. لم نعوده كله، ولكن نعم. أعدنا قسما منه. من هنا يعني ما يطرح في الإعلام وتتداوله وسائل الإعلام بين الحين والأخرى ضمن مشاريع انفصالية أو تقسيم، هي تضر الوطن وتضر المواطن. والذي أصدر الأحكام على العرب في 2013 على أنهم خونة، ويصدر اليوم بأن الكرد انفصاليين، هذا يضر العرب والكرد ويضر الدولة، ولا يحقق أي امتيازات في المستقبل لهذه المكونات. أيضا سيادة المحافظ، عبرت هيئات شعبية من جميع المكونات وفي مقدمتها المكون الكردي عن رفضها القاطع للفيدرالية، حيث أصدر من هذه الهيئات مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة بيان استنكار. أيضا كان هناك وقفة لأمهات الحسكة، وقفة تنديدية لهذا المشروع. أيضا الحركة الوطنية الكردية للتغيير السلمي، وهناك المقاومة السورية، صقور الجزيرة والفرات، الكثير من البيانات والوقفات التنديدية بهذا المشروع. ماذا تقول أنت في تقرأ هذا الرفض؟ وهناك رفض دولي، وأيضا المعارضة بكل اتجاهاتها رفضت هذا المشروع، أي مشروع يمس بسيادة سوريا وتقسيم سوريا. كيف تقرأ التنديد الدولي والشعبي بهذا المشروع؟ لا يهمني التنديد الدولي ولا المعارضة. نعم. أنا ابن الحسك، أنا ابن المكونات، أنا أعيش نبض الشارع. هناك قلق لدى الشارع. هل الدولة مع ما يطرح؟ نعم. ولا الدولة مو معه؟ نحن نؤكد وأكدنا، واليوم أنا من خلال هذا البرنامج وهذا الحوار أنا أؤكد لأبنائنا في المكون الكردي وأطمئنهم، وأيضا أطمئن المكون العربي إسلاما ومسيحيين بأن الحسكة لا مساومة على ذرة تراب فيها، وأن وضمان هو سيادة الرئيس بشار الأسد، هو بشخصه، بوفائه، بالتزامه، بعظمته، هو ضمان لوحدة سوريا وللمحافظة على محافظة الحسكة. من هنا أنا أؤكد بأن هذه المحافظة لن يتجرأ أي متاجر أو أي مغامر أو مهووس أو متآمر أو ما لديه مشروع من الخارج أن ينجح في الحسكة. المواطنين الكرد، أنا بؤكد لك ولدي من المعطيات من 70 إلى 80% من الكرد ليس مع الانفصال عن سوريا، وهم مع المواطنة السورية، وهم يريدون خصوصيتهم الكردية. صحيح. ويريدون حياتهم الثقافية والاجتماعية وأيضا الحقوقية في إطار الدولة وفي إطار مؤسسات الدولة. وهذا أمر على النخب الكردية وعلى السياسيين الأكراد أن يبتدعوا أساليب جديدة. صحيح. وأن يتحاوروا وأن يوجدوا قواسم مشتركة. ومن هنا أنا أقول من المفيد أن نحن نسمح للأحزاب للأخوة الكرد أن يرخصوا أحزاب في سوريا. نحن كنا في عام 2011 غير العام 2016. صحيح. وعلينا نحن أن نأخذ قرارات جريئة فيما يتعلق في السماح للكرد بأن يرخصوا أحزاب، ولكن في الإطار الوطني. أكيد. وأن نلزمهم تحت راية الوطن وتحت علم الوطن وتحت سيادة الدولة، وأن لا يرتبطوا في الخارج. وعليهم أن يطرحوا وأن يكون البرلمان أمامهم ويطرحوا القضايا الكردية والعربية وهي قضايا كل سوريا. صحيح. وأيضا في الإدارة المحلية يطور قانون الإدارة المحلية ويأخذ الخصوصية الكردية، وأن نترك للإخوة الكرد وللمجتمع الكردي وللمكون الكردي أن من بين أبنائه يفرز قادة. صحيح. لا نفرض عليه قادة. نحن لا يلزمنا نحن ننصب عضوا في مجلس الشعب في دوائرنا الحزبية أو دوائرنا الإدارية أو دوائرنا الأمنية. خلي المكون الكردي هو الذي يفرز ويحاسب ويحمل، وأن يشترك معنا بالإدارة ونعطيه مواقعنا أهلا وسهلا فيه، طالما هو مواطن سوري
لديه طروحات وفي الإطار الوطني وتوب كل المناصب. هذا البلد بلده، وهذه ساحة الوطن. هل يعقل بالسياسيين الكرد الذي أنا أعرفهم جيدا يريدوا أن يسجنوا الأكراد في حاكورات صغيرة وفي مدن صغيرة؟ عليهم أن يتركوا للكرد يتحركوا في فضاء سوريا كلها، في مدينة دمشق العريقة، في مدينة حلب الشهباء، في مدينة الفداء، في مدينة خالد بن الوليد، في كل المدن السورية. هذا هو فضاء الكرد، هذا هو كل فضاء الكرد. لا يحصروهم في زاوية. كيف هم يقسموا الحسكة؟ كيف يقسموها؟ مدينة عامودة ما هي القرى التي تحيط بها؟ مدينة الدرباسية ما هي القرى التي تحيط بها؟ مدينة القحطانية ما هو العمق الجنوبي لها؟ ما هو العمق الشرقي والغربي لها؟ عليهم أن يدركوا جيدا بأن هذه المحافظة، هذا التداخل بقراها ومدنها وأحيائها التي أوجدها الآباء والأجداد. هؤلاء الكرد دفعوا دم أيام الفرنسيين وأيام العثمانيين، صحيح. لا يضيعوها، وأيضا دافعوا أبنائهم وبناتهم بشرف وببسالة في المعارك التي خضناها. نحن وإياهم خضنا أشرف المعارك في تحرير مدن وهام. صحيح. عليهم أن لا يضيعوا هذا الدم الزكي. سأعطيك مجال لتجيب سيادة المحافظ، أعطيك المجال الواسع لتجيب، لكن اسمح لي أن أسألك أيضا، يرى أغلب الكرد في محافظة الحسكة بأن هذا الإعلان، إعلان الفيدرالية أو الإعلان المبطن لتقسيم سوريا، ربما يضحي بدم شهدائهم الذين ضحوا حقيقة وقدموا الدماء في سبيل وحدة تراب الحسكة ولتبقى جزءا لا يتجزأ من تراب سوريا الأم. كيف تقرأ أنت ما تتوجه رسالة حقيقة للشارع الكردي الذي اليوم قدم الشهداء، وماذا إلى أين يصل مشروع الفدرالة به؟ مشروع الفدرالة وهو التقسيم. هم يريدون، البعض منهم يردد، وأنت تقول لا مستقبل له. لا مستقبل، وهو دمار. نعم. وهو دمار للكرد، محرقة، وهو دمار للعرب. صحيح. الكرد اليوم الاقتصاد في محافظة أو رأس المال الخاص في محافظة الحسك من 60 إلى 65 بيد الكرد. نعم. هذا الاقتصاد بنوه بأظافرهم. الأخوة الكرد فقراء، نحن وإياهم كنا فقراء في محافظة الحسك. آباؤنا لم يورثوا لنا إلا الغنم والأرض. صحيح. آباؤنا لم يورثوا لنا إلا الغنم وإلا الأرض. واليوم الكرد رأس مال الحسكة المحافظة بأيديهم. هل يريدوا أن يدمروا رأس المال؟ هل يريدوا أن يدمروا ما بنوه؟ الحلفاء لن يصدقوا معهم. وأنا أريد أن إذن مخالف للدستور والإرادة الشعبية هذا القرار. أنا أريد أن أعطي وقائح. عندما أوعز أردوغان إلى التحالف، نعم، لم تطلق طلقة واحدة أمام القوات الكردية، الوحدات الكردية، وعزلت الوحدات الكردية في معارك، وعملوا المسلحين عليها وأبادوها لأنها لم تغطى بالجو، لأن الأمريكان استغنوا عن خدماتها. صحيح. وهم يعرفون جيدا ما هي المواقع اللي حصل فيها إبادة للوحدات. إذن هي ورقة مؤقتة. وهم ورقة يعرفون جيدا، هم ورقة الأمريكان والتحالف والغرب حيحرق هذه الورقة ويسد سمادها في البحر. إذن مرجعيتهم الدولة. نعم. والسيادة السورية والمواطنة التي هي الدفاع بشرف وإخلاص فرصة والمحافظة على المكتسبات التي تحقق، وسيادة الرئيس بشار الأسد هو الضمان لهم. ونحن علينا أيضا، نحن في الدولة وفي الحكومة وفي مؤسسات الدولة، أن نعيد النظر في العلاقات مع المكون الكردي. المكون الكردي له مطالب، وعلينا أن ننظر إلى مطالبه ونقف بجرأة وبمصارحة معهم. تحت سقف الوطن أهلا بهم، كلهم تحت النقاش، ويجب أن نأخذ قرارات في موضوع اللغة. نعم. معيار من أهم المعايير. نحن في عام 2013 تواصلنا مع السيد وزير التربية وبهدوء سمحنا لهم بتعليم اللغة الكردية حصة واحدة في المدارس، ومضى العام الدراسي. نعم. وفي 2014 في 2015 اجتهم التعليمات طبقوا منهاج اللغة الكردية في الصف الأول والثاني والثالث. نحن اجتمعنا في قيادة المحافظة وبالتواصل مع المعنيين، وجدنا أنه فتنة، مدخل إلى الفتنة. نعم. مدخل إلى أرباك المحافظة. تركناهم. ما الذي حصل؟ رفض قاطع من المكون الكردي لموضوع تطبيق منهاج اللغة الكردية. النساء الكرديات، صحيح، والمعلمات الكرديات وآباء الطلبة تواصلوا معنا وطلبوا منا أن نوزع عليهم منهاج وزارة التربية. وأوعزت إلى كل المستودعات في كل المدن الكردية. في عامودة النساء هجموا على مستودع الكتب. صحيح. بدهن كتب وزارة التربية،
وفي المالكية، في المالكية، نعم، في السويدية وفي تل خنزير أسمي القرى، هجموا على المعلمين وقالوا لهم اخرجوا، نحن نريد منهاج وزارة التربية. نعم. ووزعنا إلى العوائل ولم نكتفي بذلك، سجلنا كل أبنائنا الكرد في مدارسنا واحتفظنا لهم بسجلاتهم بوثائق وبعلاماتهم. نحن هذا معيار بأن الكرد هم مع الدولة، لا أحد يتاجر، لا، التقسيم لا يقبل فيه الكرد، وهو دمار للكرد ودمار للعرب ودمار للدولة. وأيضا أيضا هم مكون أصيل أيضا، وخاضوا معارك مشرفة من دور الاستعمار الفرنسي كتفا إلى كتف مع باقي المكونات، من معركة بياندور إلى عامودة. اليوم عليهم أن يحافظوا على هذا الإرث التاريخي والحضاري الذي قدموه، كانوا مثالا للوطنية في محافظة الحسكة. أتحدث أنا لن أتحدث عن البطولات وهي كثيرة، والمواقع المشتركة التي خاضوها العرب مسيحيين وإسلام مع الكرد، ذكرت أنت في عمودة وفي بيندور وفي القحطانية. نعم. معركة القحطانية المعركة الفاصلة التي قتلوا فيه القائد الفرنسي روغان اسمه. نعم. من الذي قتله؟ العشائر العربية. صحيح. والكرد. وأنا ذكرت بيت حاجو لأنه بيت حاجو كانوا في القحطانية. صحيح. في قبور البيت. هناك تاريخ، هذا التاريخ لا يمكن يمحى. هؤلاء هم هجموا على روغان وقافلته وقتلوه وأسروه. من هذا المنطلق كيف تقرأ مستقبل الحسكة؟ الحسكة لا خوف عليها، وأنا مطمئن وأنا واثق ثقة تامة. نحن نحتاج إلى الإخوة السياسيين. نعم. الكرد الذي أنا أعرفهم وأثق بهم وأعرف حسهم الوطني، أن يعيدوا النظر وأن يريحوا الشارع ولا يذهبوا وراء الأحلاف التي تضحك عليهم ولا تعطيهم شيء، أن يعودوا إلى الدولة السورية. ونحن في هذا الجانب يجب أن نأخذ قرارات جريئة نطمئن الشارع الكردي ونعطيه في الإطار الوطني وفي إطار المواطنة السورية. نعم. وأيضا نطمئن العربي، المكون العربي، بأن هذه المحافظة جبلت بالدم وكسرت وهي بور، لن يسلموها أبنائها ولا يمكن أن يسلموها أبنائها عندما يتعلق الوطن في الشرف والكرامة والدفاع عن الأرض. هذه أرض الآباء والأجداد لا يغامر فيها أحد، ولكن في السياسة ممكن كل شيء متحرك وممكن للنقاش. أضيف كلمة أخيرة إذا سمحت لي من خلال هذا الحوار. أنا أتقدم بالوفاء إلى سيادة الرئيس بشار الأسد باسم العربي والكرد. نعم. والإسلام والمسيحيين، وأنا أطمئنه بأن هذه المحافظة لا خوف عليها، فيها من الخيرين من كل المكونات، وهم مصممون ومدركون وعازمون على المحافظة على الحسكة. صحيح. لن يسلموها ولن يسمحوا للعابثين أن يكون لهم موضع قدم. هذه المحافظة نحن حميناها، دافعنا عنها، تمسكنا فيها، دفعنا الدم في آخر معركة، 1000 شهيد وجريح. لن نسلمها، وعلى الذي لديه رؤى وأفكار أهلا وسهلا به، نتحاور معه ونتواصل معه، وإذا لزم الأمر نعطيه أماكننا. نعم. المهندس محمد زعال علي محافظ الحسكة، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، وحقيقة هذه الكلمات التي تثلج صدور جميع السوريين. ألخص ما قلت كامل حديثنا هو لا خوف على الحسكة. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا. دمتم ودامت سوريا بكل أبنائها عزيزة، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، واحدة موحدة إلى الأبد. إلى اللقاء مشاهدينا.